أسئلة كتاب الامتحان وأسئلة قياس مدى الفهم والتطبيق. واللي ما شافش فيديو الشرح اللي فات هيلاقيه في صندوق الوصف وفي نهاية الفيديو. نبدأ بالسؤال الأول. أكمل كواكب المجموعة الشمسية. طبعا عارفينها الكواكب الداخلية والكواكب الخارجية. الكواكب الداخلية اللي هم 4، جايب لي عطارد يبقى الكوكب الثاني، الزهرة جايب لي الأرض يبقى الكوكب رقم 2، اللي ما جايبهوش المريخ. أما الكواكب الخارجية هي رقم 3 المشتري، رقم 4 زحل جايب لي أورانوس، رقم 5 نبتون. سؤال ب بيقول يعرف ب وجايب لي السبب، يعني جايب لي الكوكب الزهرة، جايب لي رقم 1 طبعا بيقول لي نقط، يبقى هو ايه يعرف ب توأم الأرض. السبب لتقاربه مع الأرض في القطر والحجم والكتلة. رقم 2 جايب لي ايه نقط، بعد كده يعرف ب الكوكب المائي، وبعد كده جايب لي نقط وحط لي رقم 3. يبقى هو رقم 2 يبقى الكوكب الأرض اللي هو الكوكب يعرف به الكوكب المائي، وجايب له لأن إيه رقم 3 لأن الماء يشغل نحو 70.7 من مساحته. رقم 4 الكوكب، ورقم 5 يعرف به لتربته الغنية بأكاسيد الحديد حمراء اللون. يبقى الكوكب ايه؟ يبقى ايوه المريخ. رقم 4. رقم 5 الكوكب يعرف بايه؟ يبقى الكوكب الاحمر، اللي هو 5 يبقى الكوكب الاحمر لتربته الغنية باكاسيد الحديد حمراء اللون. سؤال رقم 2 بيقول اكمل العبارات التالية بكلمات مناسبة مما بين القوسين، وجايب لي بين القوسين المشتري زحل عطارد الزهرة الشمس نبتون. رقم 1 يعتبر نجم نقط أقرب النجوم إلى الأرض وحجمه يساوي 1,000,000 مرة حجم الأرض. يبقى نجم إيه؟ الشمس. رقم 2 بيقول يطلق على كوكب نقط توأم الأرض الزهرة. سؤال رقم 3 يوجد مجموعة من الكويكبات الصغيرة بين كوكبي المريخ والإجابة المشتري. السؤال رقم 4 يتميز كوكب نقط بوجود حلقات حلزونية حوله. يبقى كوكب ايه؟ زحل زي ما نحن عارفين. يبقى يتميز كوكب زحل بوجود حلقات حلزونية حوله. سؤال رقم 3 اختار الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. رقم 1 أقرب الكواكب للشمس كوكب، جايب لي الزهرة عطارد المشتري أورانوس. يبقى أقرب الكواكب للشمس كوكب إيه؟ عطارد. سؤال رقم 2 يعد كوكب نقط من الكواكب الأرضية، جايب لي 4 اختيارات أورانوس المشتري المريخ نبتون. يبقى الإجابة يعد كوكب المريخ من الكواكب الأرضية. سؤال رقم 3 أكبر كواكب المجموعة الشمسية حجما كوكب، جايب لي 4 اختيارات زحل الأرض المشتري المريخ. يبقى أكبر كواكب المجموعة الشمسية حجما كوكب المشتري. سؤال رقم 4 كوكب نقط من الكواكب التي يكون معظمها من مواد غازية، زحل ولا عطارد ولا الأرض ولا الزهرة؟ زحل. سؤال رقم 5 أقرب كواكب المجموعة الداخلية لحزام الكويكبات كوكب، عطارد ولا الزهرة ولا المشتري ولا المريخ؟ المريخ. سؤال رقم 6 يتشابه
كل من زحل والمشتري في القطر، الكتلة، التركيب، الحجم. التركيب. سؤال رقم 7. أبطأ الكواكب في الدوران حول الشمس: الزهرة ولا المشتري ولا نبتون ولا أورانوس؟ نبتون. السؤال رقم 4. اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة مع التصويب. تدور الكواكب حول الشمس في مدارات بيضاوية الشكل من الشرق إلى الغرب. الإجابة خطأ، هي من الغرب إلى الشرق. سؤال رقم 2. يعد كوكب الزهرة من كواكب المجموعة الخارجية. خطأ، يبقى إيه؟ مش الخارجية، الداخلية. سؤال رقم 3. يشغل الماء 70.7% من مساحة كوكب الأرض. صواب. سؤال رقم 4. تتكون الحلقات الحلزونية حول زحل من أجسام صخرية وجليدية. صواب. سؤال رقم 5. الكواكب الداخلية تستغرق وقتا أقل من الكواكب الخارجية للدوران حول الشمس لأنها أصغر في الحجم. خطأ، هي مش أصغر في الحجم، هي لأنها أقرب من الشمس. السؤال رقم 6. كواكب المجموعة الخارجية تتكون معظمها من مواد صخرية. خطأ، هي مش من مواد صخرية، من مواد غازية. سؤال رقم 7. تتشابه مجموعة الكواكب الخارجية مع النجوم في بعض الخصائص. صواب. سؤال رقم 8. أعلن عام 2006 ميلادية خروج كوكب أورانوس من مجموعة الكواكب الشمسية. خطأ، هو كوكب بلوتو. سؤال رقم 9. يشبه كوكب أورانوس في تركيبه العام كوكبي زحل والمشتري. صواب. سؤال رقم 10. كوكب نبتون يكاد أن يكون توأما لكوكب المريخ. خطأ، هو توأما لكوكب أورانوس. سؤال رقم 11. يعد كوكب نبتون أبعد الكواكب عن الشمس وأشدها برودة. صواب. سؤال رقم 5. بيقول إيه؟ من أكون، زي فزورة يعني. سؤال رقم 1. أقرب كوكب إلى الشمس وأدور حولها في مدة أقصر من أي كوكب آخر. كوكب إيه؟ كوكب عطارد. سؤال رقم 2. التابع الوحيد لكوكب الأرض هو إيه؟ القمر. سؤال رقم 3. كوكب لوني أحمر وتربتي غنية بأكاسيد الحديد الحمراء. أيوة، كوكب المريخ. السؤال رقم 4. كوكب أبدو ككرة ملساء ولوني أخضر يميل إلى الزرقة. أيوة، كوكب أورانوس. السؤال رقم 5. أعرف بالكوكب الأزرق وأبدو كالماسة الزرقاء وأشع ضوءا خافتا في الكون. كوكب نبتون. السؤال رقم 6. بما تفسر الشمس مصدر الحياة على كوكب الأرض؟ لأنها تمد كوكب الأرض بالضوء والحرارة اللازمين للحياة. سؤال رقم 2.
عدم تصادم المجموعة الشمسية مع بعضها أثناء الدوران حول الشمس، لأن كل كوكب يدور بسرعة مقدرة ومنظمة في مداره المحدد، لا يميل أو ينحرف عنه. سؤال رقم 3 بما تفسر برضو. يطلق على مجموعة الكواكب الداخلية اسم الكوكب أو الكواكب الأرضية، لأنها كواكب صلبة مكونة من مواد صخرية مشابهة لكوكب الأرض. سؤال رقم 4 بما تفسر. يسمى كوكب الزهرة بتوأم الأرض، لأن كوكب الزهرة يتقارب مع كوكب الأرض في القطر والحجم والكتلة. سؤال رقم 5. يعرف كوكب الأرض بالكوكب المائي، لأن الماء يشغل نحو 70.7% من مساحته. سؤال رقم 6. السنة على كوكب المريخ أكبر منها على كوكب عطارد، لأن كوكب المريخ أبعد عن الشمس وبالتالي يستغرق وقت أطول للدوران حول الشمس. سؤال رقم 7 بما تفسر. يسمى المريخ بالكوكب الأحمر، لأن كوكب المريخ يتميز بتربته الغنية بأكاسيد الحديد حمراء اللون. سؤال رقم 8 بما تفسر. يسمى كوكب نبتون بالكوكب الأزرق، لأنه يبدو كماسة زرقاء تشع ضوءا خافتا في الكون. سؤال رقم 7. ما النتيجة المترتبة على 1. دوران الكواكب حول الشمس في مدارات محددة ومنتظمة، أدى ذلك إلى عدم تصادم الكواكب مع بعضها رغم حركتها المستمرة. سؤال رقم 2. ما النتيجة المترتبة؟ قرب كوكب عطارد من نجم الشمس، أصبح كوكب عطارد شديد الحرارة أسرع كواكب المجموعة الشمسية، حيث يكمل دورته حول الشمس في 88 يوم. سؤال رقم 3 بما تفسر. بعد كوكب نبتون عن نجم الشمس. ما النتيجة المترتبة؟ ترتب على ذلك شدة البرودة على كوكب نبتون. سؤال رقم 8. ما المقصود بحزام الكويكبات؟ عدد كبير من الكويكبات الصغيرة تفصل بين الكواكب الداخلية والكواكب الخارجية وتأخذ شكل حزام بين كوكبي المريخ والمشتري. سؤال رقم 9. ماذا يحدث إذا 1. وجد حياة على كوكب المريخ؟ سوف تقوم الكثير من مراكز البحث بدراسة إمكانية عمل المشروعات الاقتصادية المناسبة لكيفية الحياة على هذا الكوكب، وينتقل بعض سكان كوكب الأرض إلى كوكب المريخ للحياة عليه. ماذا يحدث إذا أصبح كوكب الأرض مكان كوكب نبتون؟ سوف يكون كوكب الأرض شديد البرودة لبعده عن نجم الشمس، وتتجمد به جميع المسطحات المائية، وبالتالي يصعب الحياة عليه. تصبح السنة على سطح كوكب الأرض تعادل 165 سنة أرضية بدلا من 365 وربع يوم. سؤال رقم 10. ما الفرق بين الكواكب الداخلية والكواكب الخارجية؟ كواكب المجموعة الشمسية الداخلية تتمثل في الكواكب الأربعة الأقرب من الشمس، وهي الترتيب: عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ.
نعرف أهم خصائصها. دي كواكب المجموعة الشمسية الداخلية كواكب صلبة مكونة من مواد صخرية مشابهة للأرض، لذلك يطلق عليها الكواكب الأرضية. أحجامها صغيرة سريعة الدوران حول الأرض. أما كواكب المجموعة الشمسية الخارجية تتمثل في الكواكب الأربعة الأبعد عن الشمس، وهي بالترتيب المشتري، زحل، أورانوس، نبتون. أهم خصائصها تتكون معظمها من مواد غازية، أحجامها كبيرة، بطيئة الدوران حول الشمس، تتلقى كمية ضئيلة من الطاقة الشمسية. السؤال رقم 11: قارن بين كوكب عطارد وكوكب المشتري من حيث مميزاته ومجموعة الكواكب التي ينتمي إليها. هنقول كوكب عطارد مميزاته: أصغر الكواكب حجما، أقرب الكواكب للشمس، لذلك فهو شديد الحرارة. مجموعة الكواكب التي ينتمي إليها مجموعة الكواكب الداخلية. كوكب المشتري مميزاته: أكبر الكواكب حجما. مجموعة الكواكب التي ينتمي إليها مجموعة الكواكب الخارجية. السؤال رقم 12: استنتج أهمية موقع كوكب الأرض بالنسبة للشمس. تمد الشمس كوكب الأرض بالضوء والحرارة اللازمين للحياة. السؤال رقم 13: انظر الشكل الذي أمامك ثم أجب عن الأسئلة الآتية. 1. ما الاسم الذي يطلق على الكوكب رقم 1 ولماذا؟ الكوكب يطلق عليه رقم 1 الكوكب الأحمر لأن تربته غنية بأكاسيد الحديد حمراء اللون. سؤال رقم 2: ما الاسم الذي يطلق على كوكب رقم 2 ولماذا؟ هو الكوكب المائي لأن الماء يشغل نحو 70.7% من مساحته، وهو طبعا كوكب الأرض. سؤال رقم 3: بما يتصف كوكب رقم 3؟ بأنه توأم الأرض. هندخل على أسئلة لقياس مدى الفهم والتطبيق. سؤال رقم 14: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. سؤال رقم 1: تسير الكواكب بسرعة هائلة ولا تتصادم بسبب ثبات المسار. سؤال رقم 2: يقع بين الكواكب الداخلية والخارجية. جيب لي 4 اختيارات: كواكب كبيرة، كواكب صغيرة، كويكبات صغيرة، حزام من النجوم. يبقى كويكبات صغيرة. سؤال رقم 3: أي من الكواكب التالية تتشابه مع بعضها إلى حد كبير؟ أورانوس ونبتون، ولا الأرض والمشتري، ولا زحل وعطارد، ولا أورانوس والمريخ؟ أيوة، أورانوس ونبتون. سؤال رقم 4: يصعب على العلماء معرفة عدد ساعات اليوم على كوكب الأرض ولا المريخ ولا عطارد ولا الزهرة. سؤال رقم 5: تختلف الكواكب الخارجية عن الكواكب الداخلية في عناصر التكوين، ولا المجرة المنتمية إليها، ولا الدوران حول الشمس، ولا اتجاه الدوران في عناصر التكوين. السؤال رقم 6: تتشابه كواكب المجموعة الشمسية مع بعضها البعض في الحجم، ولا اتجاه الدوران، ولا عناصر التكوين، ولا وجود التوابع اتجاه الدوران. 15: ما تقييمك لمصداقية كل عبارة مما يأتي؟ سؤال رقم 1: تتزايد سرعة الكواكب كلما اقتربت من النجوم.
العبارة صادقة كلما اقترب الكوكب من النجم قل اتساع مدار الكوكب الذي يسلكه أثناء دورانه حول الشمس. سؤال رقم 2: ما تقييمك لمصداقية كل عبارة مما يأتي؟ تعتبر السنة على كوكب المشتري أكبر من السنة على كوكب المريخ. العبارة صادقة لأن كوكب المشتري أبعد عن الشمس من كوكب المريخ، لذلك يستغرق وقت أطول للدوران حول الشمس. سؤال رقم 16: ما أوجه الاختلاف بين كوكب المريخ وكوكب الأرض؟ كوكب الأرض مدة دورانه حول الشمس 365.25 يوم. يوجد عليه حياة، يطلق عليه الكوكب المائي. المريخ مدة دورانه حول الشمس 687 يوما من أيام الأرض، ويطلق عليه الكوكب الأحمر. سؤال رقم 17: ماذا يحدث إذا رقم 1 كانت أفلاك الكواكب متقاطعة؟ أيوة، يحدث تصادم بين الكواكب. سؤال رقم 2: ماذا يحدث؟ كان كوكب المشتري من كواكب المجموعة الداخلية. أصبح المشتري كوكب صلب يتكون من مواد صخرية مشابهة للأرض، وزادت سرعة دورانه حول الشمس. هنحل مع بعض امتحان تراكمي. أمامك شكل يوضح المجموعة الشمسية. اكتب ما تدل عليه الأرقام. رقم 1 هيكون كوكب الزهر. رقم 2 كوكب الأرض. رقم 3 حزام الكويكبات. رقم 4 كوكب المشتري. رقم 5 كوكب أورانوس. السؤال ب: قارن بين كوكب نبتون وكوكب عطارد من حيث البعد أو القرب عن الشمس وأهم الخصائص. القرب أو البعد: كوكب نبتون القرب أو البعد عن الشمس، كوكب نبتون أبعد كوكب عن الشمس. أهم الخصائص لكوكب نبتون: يبدو كماسة زرقاء تشع ضوءا خافتة في الكون، لذلك يسمى بالكوكب الأزرق. يكاد يكون توأم لكوكب أورانوس شديد البرودة. أما كوكب عطارد البعد أو القرب عن الشمس أقرب كوكب إلى الشمس. أهم الخصائص لكوكب عطارد: أصغر الكواكب حجما وشديد الحرارة. سؤال رقم 2: صوب ما تحته خط. تختلف ألوان النجوم حسب حجمها. لا، مش حسب حجمها، حسب درجة حرارتها. سؤال رقم 2: مجموعة الكواكب الخارجية تتكون معظمها من مواد صلبة. من مواد غازية. رقم 3: يعد كوكب زحل توأما للأرض. هو كوكب الزهر. طيب، السؤال رقم ب: بما تفسر تكون السدم؟ زي ما خدناها، تنشأ نتيجة انفجار النجوم. سؤال رقم 2: أهمية الشمس لكوكب الأرض؟ لأنها تمد كوكب الأرض بالضوء والحرارة اللازمين للحياة. سؤال رقم 3: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. 1 مجرة سكة التبانة.
من النوع، جايب لي 4 اختيارات: البيضاوي، الحلزوني، الدائري، غير المنتظم. من الحلزون. تمام. السؤال رقم 2: تبدو نقط في السماء على هيئة سهام ضوئية. النيازك ولا الشهب ولا السدم ولا الكواكب؟ الشهب. سؤال رقم 3: توجد حلقات حلزونية حول كوكب نقط. زحل ولا أورانوس ولا عطارد ولا المشتري؟ زحل. سؤال رقم 4: يشبه كوكب نقط في تركيبه العام كل من كوكبي زحل والمشتري؟ المريخ ولا الأرض ولا أورانوس ولا نبتون؟ أورانوس. سؤال رقم ب: ما العلاقة بين القمر والأرض والشمس؟ القمر يدور حول الأرض ويعكس ضوء الشمس الساقط عليه إلى الأرض، والأرض تدور حول الشمس وتستمد منها الضوء والحرارة. بكده خلصنا الدرس الثاني، مجموعتنا الشمسية بتغطية كاملة على الدرس. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة علشان يوصلكم كل جديد من فيديوهات الشرح والأسئلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.